يا هلا ويا غلا على أحلى وأغلى اخوات في الدنيا، بحبكم كتير. قبل ما نبدأ أحداث حلقتنا ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وملخصنا النهاردة جميل جدا. بيبدأ ملخص حلقتنا على فدان بتيجي البيت عند دبراك علشان تشتغل عنده مربية، لكن المسكينة هتتفاجئ دلوقتي. هتستقبلها خالدة، لكن العقربة أيدان مش هتقبل بيها وهتقول إنها جابت مربية غيرها. خالدة بتتصدم جدا، وفدان هي كمان بتكون مصدومة، ما بتكونش عارفة تعمل ايه. في اللحظة دي بيخرج دبراك، وفدان بتطمن، كانت فاكرة ان دبراك هيدافع عنها لان هو اللي قالها. فاتفاجئت دلوقتي انه خرج وما اتكلمش ولا كلمة. ايضا طبعا اتبسطت جدا، وهتقولي فدان وخالدة انها اتكلمت مع دبراك وان المربية اللي جابوها مناسبة كتير، مربية عندها خبرة، مش واحدة كده من الشارع وخلاص. والمسكينة فدان نفسها بتصعب عليها كتير لان ايضا كسرتها بكلامها. بعد كده ايضا هتاخد المربية علشان تطلع بيها الأوضة عند براك، وكريمان مش هتسكت، هتفضل برضو تهين فدان. هتقول لخالدة ماشية من هنا، وبعد ما تمشي اعملي لي يلا كوباية قهوة. والمسكينة فدان بتفضل تعيط علشان مكسورة كتير. خالدة هتقولها تعالي معايا، تعالي معايا المطبخ اجيب لك كوباية مية، لانها عمالة تعيط. العقربة ايدان بتتكلم مع المربية، بتوصيها على براك، لكن قلبها بيكون قاسي كتير. هتقولها ان براك طفل متدلع مش عايزاكي تسقسيه، فبتحرض المربية انها تتعامل معاه بقسوة، والمربية بتسمع كلامها. المربية بعد كده بتدخل الأوضة لبراك وبتنفذ الكلام اللي قالت لها عليه ايدان. بتتعامل مع الطفل بكل قسوة، هتقوله على اسمها وانها المربية بتاعته الجديدة، وانه لازم يسمع كلامها، وانه كمان طفل بيتدلع وعامل قصة المرض دي علشان الكل يعتني بيه. هتقوله انت بتتدلع وبتخدع الكل ان انت مريض علشان يعتنوا بيك. والطفل بيكون خايف منها كتير وبيفضل ينادي على اسم فدان. المربية بتخوفه. براك كان هيسيب الأوضة ويجري منها، لكن هتقفل باب الأوضة. هتقوله خلاص من هنا ورايح مفيش دلع تاني، وان انت لازم تسمع كلامي، وبتخوفه. هنا خالدة بتعتذر لفدان كتير علشان اللي حصل، والنوم طردوها من البيت. فدان هتقولها ان السيدة كريمان خلاص قالت كلمتها الأخيرة، وانا مش فاهمة ده حصل ازاي، لان تبراك هو اللي طلب منها انها تشتغل مربية لابنه، وفجأة كده خرج بدون ما يتكلم، ما قالش اي شيء. فبتكون مش فاهمة ليه تبراك بيتعامل معاها بالطريقة ديت. هو اللي طلب منها انها تشتغل وفجأة كده ما تكلمش وطردوها من البيت. فبتكون زعلانة وقلبها مكسور. في الوقت ده بيجي مشهد على أيضان وكريمان وهم قاعدين مع بعض وفرحانين كتير علشان بيحضروا لحفلة الزفاف. في اللحظة دي بتيجي خالدة وبتقدم لهم القهوة، ولما بيعرفوا ان فدان لسه موجودة في البيت بيتضايقوا كتير وبيطلبوا من خالدة انها تطردها. في الوقت ده المسكين براك هيكون بيلعب بألعابه، لكن المربية بتكون قاسية عليه وبتقرر انها تعاقبه، مش عايزة الطفل يتدلع خالص. وطبعا هي بتنفذ الكلام اللي قالت لها عليه العقربة ايدان. فالطفل براك بيكون خايف منها وبيفضل يقول لها انه عايز فدان. المربية هتعاقبه، هتبوظ له البيت المكعبات اللي هو بناه، هتقوله يلا لمه من تاني. طبعا الطفل بيخاف كتير وبيجري منها يستخبى في الدولاب وما بيكونش عايز يفتح لها. في اللحظة دي فدان بتكون خارجة من البيت وخالدة بتودعها، وبالصدفة هيجي تبراك وهيقول لفدان ان المربية اللي جابوها مناسبة جدا لبراك. وفجأة هم واقفين بيسمعوا صوت براك وهو بيصرخ، فبيخافوا جدا عليه وبيطلعوا الأوضة علشان يشوفوا ايه اللي حصل له. ولما كلهم يدخلوا الأوضة عند براك هيلاقوه مستخبي في الدولاب، والمربية بتقوله اخرج. طبعا المربية بتخاف جدا وبتكذب وبتقول لهم انا ما عملتلوش اي شيء سيء، هو فجأة جري مني واستخبى في الدولاب. والطفل بيفضل ساكت مش بيقول اي شيء، لكن لما بيشوف فدان بيفرح كتير وبيجري عليها يحضنها. ايضا بتيجي هي وكريمان، طبعا بتزعق للمربية وانها تسألها عن اللي حصل، فبتمثل قدامهم وهتقول له براك تعالى يا حبيبي. طبعا براك ما بيكونش عايزها وبيفضل ماسك في فدان. فدان بتقول له براك انها لازم ترجع بيتها دلوقتي حالا. براك ما بيكونش عايز يسيبها، هيقول لها خليكي هنا معايا يا اما هاجي معاكي البيت عندك. وطبعا كلهم بيكونوا مصدومين كتير انه براك عايزها هي ومش عايز ايدان. براك هيفضل ماسك في فدان، فدان هتاخده وهتنزل بيه الحديقة.
طبعا أيضا مصدومة كتير، هتتكلم مع طبراك ان ازاي الطفل يختار فدان وما يختارهاش هي. طبراك بيفضل ساكت مش عارف يقول ايه، وكريمان بتغمز لأيدان انها تكون هادية عن كده وما تضغطش اكتر على اعصاب طبراك. وطبراك بيكون شايف ان طالما ابنه اختار فدان يبقى فدان احن عليه من ايدان. وبعد شوية فدان وبراك بيرجعوا اوضته، وبراك بيكون فرحان كتير. فدان بتعتني بيه، هتقوله ايه رأيك اسرح لك شعرك؟ هيقول لها يا ريت. والطفل بيكون مبسوط طول ما هي جنبه، بيفضل باصص لها بكل حب. فدان بعد كده هتجيب المراية وهتوريله شكله وان هو شكله جميل. طبعا براك بيفضل فرحان وانه عايز يفضل جنب فدان على طول. بعد كده فدان هتنيم براك على السرير، الطفل هيكون نايم ومطمن. هتمسك بعد كده صورة براك مع طبراك وهتفضل باصة للصورة، حاسة إحساس غريب وهي باصة. قلبها بيفضل ينبض. وفجأة فدان وهي بتقلب في مكتب براك هتلاقي ألبوم الصور بتاعه وهو صغير، فهتمسك ألبوم الصور في إيديها، لكن هتكون خايفة كتير لأن ممكن حد يدخل عليها ويشوفها، لكن مش بيهمها. بتفضل ماسكة الألبوم وبتشوف الصور بتاعته وهو صغير. فدان قلبها مجروح جدا رغم ان هي حاسة إحساس غريب، لكن طبعا بتلاقي ان التواريخ مختلفة لان العقربة ايدان زورت كل شيء. ففدان المسكينة بتعرف دلوقتي ان براك مش ابنها. في الوقت ده براك بيكون قاعد مع كريمان وايدان وبيقولوله انهم مش هيسمحوا ان فدان هي اللي تربي الطفل، مهما حصل مش هيسمحوا لها. كريمان بتكون قاسية جدا وبتفضل تقوله براك هي مين دي علشان اسلمها حفيدي انها تربيه وانها مش مناسبة ليهم. في اللحظة دي بتكون واقفة فدان وماسكة في ايديها براك وبتسمع الكلام اللي بيتقال عليها وبتكون حزينة جدا. فدان هتدخل عليهم وهتستأذنهم انها تلعب مع براك في الحديقة. ايضا هتقول لأ، لكن الطفل بيكون مصمم وطبراك بيوافق انها تفضل مع الطفل شوية علشان الطفل ما بيكونش عايز يسيبها. فبتاخده بعد كده وبتطلع بيه الحديقة. طبراك بيكون شايف ان ابنه سعيد جدا طول ما هو مع فدان، فهيقول لكريمان وايدان شايفين الطفل سعيد ازاي طول ما هي جنبه. طبعا هما بيكونوا مصدومين كتير وشايفين كل حاجة بعينيهم وبيفضلوا ساكتين مش عارفين يقولوا ايه، لان الطفل بيكون فعلا متعلق بفدان. براك وهو في الحديقة مع فدان هيحكي لها كل اللي حصل وان المربية خوفته كتير. طبعا فدان بتزعل عليه وبتقوله ان انت شجاع ومش لازم تخاف من اي حاجة في الدنيا وان احنا كلنا هنا جنبك، وبتاخد براك في حضنها. وطبراك بيكون واقف بعيد وشايف كل اللي بيحصل بعينيه، شايف قد ايه ان فدان وابنه بيحبوا بعض كتير وانها فعلا بتعتني بابنه. طبراك بعد كده بيبقى قاعد لوحده في اوضته وبيقول الست دي فيها حاجة غريبة وبيكون حاسس احساس غريب من ناحيتها. في اللحظة دي هتدخل عليه ايدان وهتقوله حبيبي، وهتفضل بقى تدحلب له وانها عارفة الخيار الافضل دايما لابنها براك. هتقوله حبيبي انا مش عايزاك تتوتر، زفافنا قرب، عايزة كل شيء يكون على ما يرام وان انت ما تقلقش ابدا. لكن طبراك بيكون قلقان وبيفضل يفكر كتير ايه السر اللي مخلي ابنه يحب فدان بالطريقه دي. هنا براك مبسوط جدا بيلعب مع فدان في الحديقه وفدان بتفضل تبوسه، فبيكونوا فرحانين كتير هما الاتنين. وخالده بتكون شايفاهم وبتكون مبسوطه جدا علشان براك مبسوط وهو مع فدان، فبتكون مبسوطه ليهم. في الوقت ده طبراك وايدان وكريمان قاعدين مع بعض في الصاله بيختاروا من الالبوم الورد الخاص بيهم زفافهم، فبيفضلوا ينقوا مع بعض. وطبراك بيبقى قاعد معاهم لكن عقله بيبقى مشغول. وفجأة أيضا هيجيها اتصال غريب وهتقول ان الاتصال ده من تنظيم الحفلات، وهتدخل اوضتها علشان تتكلم براحتها في التليفون ومحدش يسمع المكالمة اللي جاية لها. فبتدخل اوضتها وبتلاقيه الشخص اللي هي بتتفق معاه على كل المؤامرات اللي بينها وبينه، والشخص ده بيكون خرج من السجن وعايز يقابل ايدان. وطبعا هي غيرت كل ارقام تليفوناتها لكن هو قدر يوصل لها وبيقول لها دلوقتي ان انا لازم اقابلك. طبعا هي هتكون رافضة، هيتعصب جدا وهيكون جاي لها البيت علشان يتكلم معاها، وايدان بتكون خايفة كتير. بعد كده ايدان هتنهي المكالمة مع الشخص ده وهتلاقي قدامها فدان وبراك. طبعا فدان بيكون جايبه براك عند ايدان علشان يعتذر منها. طبعا ايدان بتكون متعصبه كتير وهتقوله براك يلا تعال معايا اطلع اوضتك وانت يلا اتفضلي امشي من هنا لان مهمتك انتهت خلاص، وبتطرد فدان من البيت
وفيدان بتكون زعلانة جدا علشان أيدان بتعامل الطفل بقسوة، وإن الطفل زعلان كتير. بعد كده أيدان بتاخد الطفل وبتطلع بيه الأوضة، هتقوله يلا، شايف هدومك متوسخة ازاي؟ يلا اخلع هدومك وادخل استحمى. وبتطلع له البيجامه اللي هيلبسها، وبتنادي على المربيه علشان تعتني بيه. هتقول لها خلي بالك منه واوعي يتدلع، علشان انا قلتلك ان الطفل ده متدلع كتير. وبتخلي برضو المربيه تتعامل معاه بقسوه، والطفل بيكون خايف. في الوقت ده فيدان هتكون لسه في الحديقه بتتكلم في التليفون مع صديقتها سيناي، بتحكي لها كل اللي حصل، وانها لما جت البيت تشتغل عند توبراك لقت ان هما جابوا مربيه روسيه غيرها، وان الطفل صعبان عليها لان ايدان قاسيه جدا زي زرين. فكل الكلام ده فيدان بتحكي لسناي، الطفل صعبان عليها، مش قادره تمشي وتسيبه، وفي نفس الوقت مش قادره تعمل له اي شيء، مش قادره تنقذه من اللي هو فيه. في الوقت ده بيجي مشهد على ايدان في اوضتها هتتجنن، علشان الشخص اللي بيهددها بعت لها رساله وقال لها ان انا جايلك عند البيت. فبتقول لنفسها انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتخلص من الغبي ده ازاي، لانه بيهددها انها لازم ترد عليه، علشان لو ما ردتش عليه هيحصل شيء مش كويس. فعلشان كده ايدان دلوقتي بتكون خايفه كتير، وبتنزل علشان تشوفه عايز منها ايه. فيدان بتودع خالده وماشيه، وبتقولها بجد انا حبيت المكان كتير، لكن انا ما اقدرش اعمل اي شيء. هتطلب من خالده وتستأذنها انها هتتصل من وقت للتاني علشان تطمن على براك، وخالده هتقولها طبعا اتصلي الوقت اللي انت تحبيه، وانها ما عندهاش اي مانع. هنا ايضا بتكون قابلت الشخص عند القصر وبتسأله انت جاي هنا بتعمل ايه، وبتكون خايفه كتير. هيقول لها انا عملت كل ده علشانك انتي، وانه اتحبس 7 سنين علشانها هي، وانهم لازم يتكلموا. طبعا هي ما بتكونش عايزه تتكلم معاه علشان خايفه حد يشوفهم مع بعض. هتقوله ارجوك امشي من هنا وهنبقى نتكلم بعدين. هيقول لها تمام انا همشي من هنا، لكن لو ما ردتيش عليا او اختفيتي صدقيني هعرف اجيبك. وبيهددها ان هو مش هيسكت. في الوقت ده المسكينه فيدان بتكون ماسكه شنطتها وماشيه خلاص من القصر، لكن هتبص على اوضه براك علشان تودعه، هتلاقيه واقف في الشباك وكأنه هيرمي نفسه وراها. فبتخاف عليه جدا وبتجري علشان تلحقه قبل ما يرمي نفسه. والطفل فعلا بيكون واقف عند شرفة الشباك كأنه هيرمي نفسه ورا فيدان، وفيدان بتكون خايفة كتير. وهنا بتنتهي أحداث حلقتنا. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هنعرف الحلقة الجاية. مع السلامة، توحشوني كتير يا أحلى وأغلى أخوات في الدنيا.